يعطيكم العافية أعزائي الطلاب، إن شاء الله تكون أموركم بخير. واليوم بدنا نكمل مشوارنا اللغة الفرنسية بالنسبة للصف التاسع. اليوم بدنا ناخذ درس معروف عند الكل بصعوبته، درس مرق عليكم بالسابع وأخذتوه بالثامن، أخذتوه بالتاسع وما فهمتوه. رح تضلكم ما تفهموه حتى ما تاخذوه عندي، لأنه هون رح تفهموه 100%. هلا خلينا وحدة وحدة نشرح عنه. لو باسي كومبوزي اسمه. شو هذا لو باسي كومبوزي؟ هذا قاهر الطلاب، أنا عم أقول لك، لكن هو درس راقي جدا وغزير فقط بالمعلومات، بس هو غزير، يعني ما له والله بهالصعوبة تمام تطلع في وليد اندهش، لا هو أنا ما بحبه، عرفتوا؟ بس بدنا مضطرين، يعني شو بدنا نعمل؟ لأنه هي تعرفوا بالتاسع في مطابقة بارتيسيباسي، لاكوردي تو بارتيسيباسي، يعني مطابقة اسم المفعول داخلي 100%. فخلينا نتفاهم أنا وياك عليه. أول شغلة بدي إياك تعرف إذا إجاني فعل كيف صرفه، لأنه لا تنسى أنه لو باسي كومبوزي الماضي المركب هو الزمن يحدث فيه الماضي وهو مركب، مو مرعب، ما عندي شيء برعب أنا، مركب تمام. فبما أنه مركب فهو بيكون من كلمتين، يتكون من أوكسيليير مساعد، إما إتغ أو أفوار، زائد بارتيسيباسي اللي هو اسم المفعول. هيك بتترجم، هي مو اسم مفعول ترجمتها بشكل نظامي، لكن هيك هلا اقرب شيء. المهم بدي اصرف فعل، انا شو بدي اعمل؟ اول شغله بدك تعملها تكون حافظ لي افعال المنزل، هي ما حدا بيطيقهم، انا ما بطيقهم اكيد يعني. تمام، بدك تحفظهم حفاظ شكل الكلمه. اثنين، بدك تحفظ لي كيفيه التصريف. ركز معي كيف انا رح صرف ورح تعتبر منتهيه. شوف، بعطيك انا الفعل هلا حاليا، بقول لك اخي هذا الفعل صرف لي اياه او باسي كونجوجي او باسي كومبوزي، صرفه بالباسي كومبوزي. شو بدك تعمل انت؟ بدك تعرف اذا كان بياخذ ايتر او افوار، طبعا الصفات هون ايتر وافوار او بريزون الحاضر، تمام. تطلع انت، شايف لي هدول افعال المنزل؟ قال اذا كان الفعل منهم، هدول افعال المنزل بياخذوا ايتر. شو بياخذوا افعال المنزل؟ ايوه مو وقته، يلا هلا بياخذوا ايتر. تمام، افعال المنزل شو بتاخذ؟ ايتر. يعني انت اذا شفت فعل من افعال المنزل ياخذ ايتر. تعال يلا، قال لي هل هو موجود هون؟ تعالوا ندور سوا. تمام 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 تمام، ليكو معناته هو بافعال المنزل. فمننزل الجو، مننزل الجو، والجو شو بتاخذ الفعل ايتر؟ سوي، مننزل سوي. معي لهون؟ هلا قال اذا كان الفعل نهايته او اخ، من إيما بنحط أو أكسون، إي إغ إي إغ أو تي دغ دو غير أو إخ تي. طبعا أنا قصرت مشان ما حفظها كثير أفعال، هالثلاث قواعد هدول هيك رتبت لك إياهم بحيث إنك ما تحفظ كثير شواذ. تمام، فهلا أنت شو لقيت هون؟ نهايته أو إخ، من إيما بنحط بداله أو أكسون، بتصير هيك صعبة. هذا هو الباستا كومبوزي بكل بساطة. بس افهم لي هدول الاثنين تكون أمورك بخير. وبحب خبرك افعال المنزل هن لهم علاقه كبيره اذا كان اثر او افوار، لانه في نكشه. اي فعل يكون قبل منه سو، قبل منه سو، هذا بياخذ اثر لو كان من افعال افوار. يعني مثل عندك هلا اعتبر دوشي لحالها هو مو من افعال المنزل، فبياخذ افوار. طب سو دوشي صار اثر. تمام، هلا بدي احل لك اياه، نحل لك كل التمرين، بس خلينا تمرين تمرين. تمام، تعال ضمير ثاني تي. التي شو بتاخذ؟ او اس، نحط الاو اس وبعدين بتنزل آلة. تمام، وهيك بتصرفها مع باقي الضمائر كلياتها. هيك جو سوي، tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. هي هي. تمام، nous sommes, vous êtes انا بقول عنها فول بزيت مشان تنحفظ مع الدوري. تمام، هيك بتكون امورنا كثير تمام، خلصنا من تصريف الفعل. طيب شو استاذ هدول؟ قال هدول شواذ، والشاذ ما باخذه مين بناخذ؟ بناخذ جذره. مين بناخذ؟ جذره. تمام، اعطيني مثال دغري استاذ، ما عم بفهم، تكرم عينك، يلا بواغ. بواغ هل هو من افعال المنزل؟ دائما احفظ افعال المنزل ايتر، مو من افعال المنزل افوار. افعال المنزل ايتر، مو من افعال المنزل افوار. افعال المنزل ايتر، مو من افعال المنزل افوار. حفظ معك دغري.
هذا ما له تعب، ما فيه، معناته بدنا ناخذ افوار لانه مو من افعال المنزل، فتحط جي ابوستروف لانه تاخذ اي يعني حرف صوتي. جي معي لهون؟ حلو. واحد راسه مربع تمام ولا حبه، شاف نهايته اخ او دغري قال استاذ 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 شباب قال لي ايه من الاخ او حطيت، صارت معه بوت. بوت هو تمام؟ لا حبيبي ابشني، لا يا عمري، الشاذ كله من قيمه ومنحط جذره. وصلت؟ ومو والله تحط لي جذره مثل في واحد هيك يعني معه تلاقيه عم يضرب هيك فجأة، قال حط لي هيك تمام وحط لي التي انه لانه هي اخ او، لا لا يا عمري ما بتقرب عن نهاية، خلص حط جذره بس خالص. تمام. تمرين ثاني استاذ، والله نحن خلص تكرم، يلا يلا فيني اتر ولا افوار، يلا سوا كلياتنا. إيه ما في، معناتها افوار. لو كان في كانت من جماعة اتر. بنحط الجي، تعال ما بدنا مع جو، خلينا مع النو دغري، بنحط النو، والنو بتاخذ نوزافون، بنحط الافون، نهايته اي اخ، اللي بتكون نهايته اي اخ شو من اي بنحط بداله؟ اي. فيني. خلصت خالص درس الباسي كومبوزي. طبعا انا ما عم بعطي اليوم المطابقه انا ما عم بعطيها، المطابقه هي اخر درس بالمنهاج، هذيك الى فيلم لحالها. المهم اوعك يكون من ذوات الروس المربعه المختومه من وزاره الصحه وتجي على اللي نهايته دغ، تقيم الاخ او وتحط لي تي تصير دد. لا يا عمري ما بتزبط، لانه بعد الدي ما في تي، احفظها، بعد الدي ما في تي. تمام. وهيك بتكون امورك باللوج. واوعك يكون من المختوم من وزاره الصحه تقيم الاي اخ من الرير وتحط لي اي، اوعى الرير بتصير او ار تي. اعطيني دغري مثال سريع استاذ، بس اعطيتك او فرير، او فرير مو تصير والله بتقيم هي اي وتصير او فري، هيك بتصير والله او فري، لا بتقيم الاي الرير كلها، نقامة الرير كلها وتصير او فير. تمام. تمرين ثاني استاذ مشان تثبت اكثر، يلا فوندر، تعال نشوفه من افعال المنزل شيء، إيه ما له من افعال المنزل معناتها افوار، بنحط الجي، وبعدين اجاني مربع 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 مربع، طلعت معه هيك فون دت مربع 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 اوعى، لا تكون من ذوات الروس المربع، لا نهايته دغ بتصير دو. طبعا كمالة الشواذ هلا انا هدول الاهم، كمالة الشواذ ورا الكتاب فيك تفتح وتحفظهم. تمام. قسم الباسي كومبوزيت، عرفت شو صار؟ فون جي. هلا جينا لهون، ما كان راسه مربع مربع مربع، قال لي افوار استاذ ما له موجود هون، عمل هيك، خلينا نحلها مع ال وال افيك اس. تمام. ال افيك اس وال افيك اس، وحط لي بونت، واجا لهون حط لي برونجي مربع. رح اقول لك ليش؟ لانه ما انتبه انه الشاذ ما باخذ جذره، وانت هدول بينحفظوا معك دغري، احفظهم بريز وميز دغري بينحفظوا. تمام. فهذا شاذ كله بتقيمه وبتحط جذره من دون نهايه. ايه يا عمري؟ من دون نهايه. استاذ مثال ثاني الله يوفقك تكرم. نتغ، يلا تعال ندور هل هو موجود بافعال المنزل، افعال المنزل، افعال المنزل. إليكو آخر واحد معناتها اتخ، تعال ناخذ مع ال وال، أو خلص مع الفو، فو، والفو شو بتاخذ؟ ات. أستاذ وقف منين جبت هي الات؟ الله يوفقك، ليك فو زيت، وقت قلت لك فول بزيت، فو لأنه جماعة اتخ هي. تمام. ونتخ شو هو؟ اوعك تفكر تقيم لي او تحط لي تي تصير نت ما في، بتقيمها كلها وبتحط اختها لأنه هي شاذة، والشاذ ما باخذ اخته. تمام. بالنسبة لجماعة المطابقة يلي بده يطابق الفو، تمام، تعمل هيك قوس بتحط يا اس يا او اس. تمام. هي لجماعة المطابقة، وقلت لك اليوم انا ما عم بعطي مطابقة. تمام. استاذ كمان اخر تمرين هذا الله يوفقك. تمام. طبعا الفيديو فصل على 10 دقائق، عرفت؟ فرجعت هلا بعد ما كملت وقعدت صار لي ساعة عم بحكي طلع فاصل، يعني هلا شوي بقتل بحالي، هلا عم عيد، عرفتوا؟
المهم خلينا هون هلا. بدي صرف، اجاني طالب راسه مربع قال لي استاذ ما لها من افعال المنزل فهي بتاخذ افوار. لا يا عمري، هي صح من افعال المنزل بس شو قبلها؟ سو. افعال السو كلها بتاخذ ايه؟ اجينا لهون حطينا الجو والسو تبع الافعال الضمائريه بالوحده الثانيه تبع جو مو تيتو. تبع الجو بتاخذ مو، والتيو بتاخذ تو، إلو ال سو، والنو بتاخذ نو ثانيه، والفو بتاخذ فو ثانيه، وإلو ال بتاخذ سو. هلا جينا هون الجو شو بتاخذ؟ مو. حطيت المو وهون بده يكون المساعد بالنص، والجو شو بتاخذ؟ سوي. حطينا السوي. هلا نهايتها او اخ، بنقيم الاو اخ وشو بنحط؟ او اكسون بتصير دشه. تمام. تمرين ثاني، حطينا التو والتو بتاخذ تو، حطينا الاو اس تبع تصريف اتغ دشه. تمام. بس في غلط يلي هو انه عندك حرفين صوتيين بتقيم هي وبتصير دي ابوست. وهيك بنكون نهينا الدرس يلي هو درس الباسي كومبوزي. تمام. بتمنى انكم تدرسوا وتشتغلوا على حالكم كثير. درس صح صعب لكنه يعني بس انفهم خلص ما عاد في داعي لانه نعمل شيء، وهو كثير سهل بالنسبه للي متاسس ودارس. ولو مالك متاسس شغلت دماغك هيك بتكون قفلته بشكل كامل، بس بيبقى عندك المطابقه. كان معكم الاستاذ طارق من منصه انتي ليرن التعليميه. اتمنى للجميع التوفيق، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه. توفيق.